ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال وفي كل حين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد فعالا لما تريد، اللهم ارزقنا في هذا الصباح حلو الحياة وسعة في الرزق وراحة في البال، وألبسنا لباس العافية وحسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم كل حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي سعادة وفي احسن حال. قبل ما نبدأ الفيديو زي ما احنا متعودين كله يصلي على النبي. ان شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف تماما. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده يعني حاجة اول مرة ان انا اعملها معاكم على القناة، واول مرة برضو ان انا اجرب عمايلها. تابعوا كده معايا الفيديو للآخر عشان عايزة اقول لكم ان انا قابلني كده شوية اخطاء، فعايزة اعرفكم عليها عشان ايه ما تقعيش فيها زي ما انا وقعت فيها كده. فتابعي كده معايا الفيديو للآخر حبيبة قلبي عشان تشوفي احنا هنعمل ايه كده مع بعض. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كده جبنة رمضان، ودي احسن فترة ممكن تعملي فيها اي نوع من انواع الجبن، سواء بقى لو هتخزني الجبنة او هتاكليها مباشر، يعني ممكن تعمليها وتاكليها على طول. بس انا بقى قلت ايه اعمل معاكم كده الجبنة القديمة دي، الجبنة القديمة اللي هي الجبنة الدبل. عايزة اقولك ان انت كل ما هتقعديها في الشرش بتاعها وكل ما هتعمليها بدري هتبقى جميلة جدا معاكي. دول 3 كيلو كده من اللبن. عايزه اقول لكم ان اللبن ده كان طازه، ما كانش متلج كده او خارج من الفريزر او مركون عندي او حاجه. يعني انت عايزه اقول لك برضو على حاجه، ان انت ممكن تعملي الجبنه دي لو اللبن متلج عندك عادي، هتسيبيه ان هو يفك خالص وبعد كده هتعملي المراحل اللي احنا هنعملها مع بعض دي. دي 3 كيلو كده من اللبن، حطيتهم كده في الحله على النار. إيه، عايزة اقول لك ان انتي يعني درجة حرارة اللبن ده، او احنا عايزين نوصل درجة حرارة اللبن دي، ان انتي هتحطي بس صبعك فيها كده هتحسي ان هي دافية او زي دمعة العين كده بالظبط. هقرب لكم كده الكاميرا شوية كده عشان تشوفوا احنا هنعمل ايه كده ان شاء الله كده مع بعض. عايزه اقولك ان هو طول ما هو على النار هتبداي ان انت تقلبي فيه كده بمعلقه من تحت لفوق عشان طبعا الحراره تتوزع في اللبن كله. عايزه اقولك بقى ان احنا حطينا الملح، يعني لكل لتر من اللبن هياخد 4 معالق كده ايه كبار من اللي هما بتوع الاكل دول من الملح. طبعا دي لان دي زي ما قلت لكم هتبقى الجبنه قديمه او جبنه دبل زي ما بتسموها، فبتاخد كل لتر كده من اللبن هياخد 4 معالق إيه كبار كده من الملح. حطيتهم كده في قلب اللبن وبدأت ان انا اقلب فيهم كده لعندي ما الملح بتاعي كله داب. وكمان التقليب بتاعي ده زي ما قلت لكم هيدوب الملح وهيوزع لي نسبة الحرارة في اللبن كله، يعني مش هيبقى من تحت سخن ومن فوق ساقع، لا التقليب المستمر كده فيه طول ما هو على النار. عايزه اقول لكم ان النار بتبقى هاديه جدا، يعني ما تعليش النار عليه. عايزة اقول لكم برضو ان ده احسن وقت ممكن ان انتي تخزني فيه الجبنة، يعني ممكن كمان تخزنيها سنة كاملة. عايزة اقولك ان انتي لو اتبعت الخطوات ورايا كده مظبوطة او كده ما فصلتش كده الفيديو، ان شاء الله هتخزنيها كده سنة كاملة من غير ما تعفن ومن غير ما يطلع لها ريحة مش كويسة ومن غير ما يحصل لها اي حاجة. عايزة اقول لك برضو ان اللبن بتاعنا ده كان لبن جاموسي كده او جماسي، كامل الدسم. عايزة اقول لك ان انت برضو ممكن تعملي جماسي على بقار، يعني انت مثلا لو عملتي 3 كيلو لبن جماسي هتحط عليه كيلو بقري بس. يعني انا عايزه اقولك ان انت مش هتكتري البقر عشان طبعا بيبقى نسبه الدسم بتاعته بتبقى قليله شويه، والجبنة بتاعتنا دي بتبقى عايزة نسبة الدسامة كويسة، يعني عايزة كده نسبة دسامة عالية عشان عايزة اقول لكم ان الدسامة دي هي اللي بتدي للجبنة الطعم اللي احنا بنبقى حابينه. هنا بقى كنت حطيت المنفعة بتاعتك. عايزة اقولك ان انتي هاتيها كده من مكان موثوق منه
عايزة اقول لكم ان انا برضو كده غلطت غلطة برضو ان انا قللت المنفعة بتاعتي، وهتشوفوا معايا كده في الفيديو. يعني لكل لتر كده من الحليب بياخد من معلقة لمعلقتين على حسب تركيز المنفعة بتاعتي. يعني لما بنعمل جبنة دبل بنزود المنفعة عن العادي شوية. يعني إيه لما تكون كمية الملح كتيرة شوية في الجبنة بنزود المنفعة. ليه بقى؟ لأن الملح بيعوق شوية تأثير المنفعة أو بيقلل التفاعل بتاعها يعني شوية. فاحنا هنا بنزود اما تكون هتبقى جبنة دوبل وهنزود الملح بتاعها، لازم نزود نسبة المنفعة شوية، عشان طبعا الملح زي ما قلت لكم بيخلي تفاعل المنفعة قليل شوية عن العادي. خلي بالكوا بقى من النقطة دي، عشان دي أول حاجة أنا وقعت فيها. زي ما قلت لكم بقى ان دول 3 كيلو كده من الحليب الجاموسي. ضفنا لكل كيلو كده من الحليب 4 معالق كده من الملح. وعايزة اقول لكم ان الملح هو المادة الحافظة الوحيدة، وكمان بيساعد على وقف نشاط البكتيريا لو انت هتخزنيها طبعا لفترة طويلة، وكمان هتخزنيها بره التلاجة. يعني انت كمان مش هتحفظها في التلاجة، هتحفظها بره التلاجة لو الجو زي اليومين دول كده في نسبة سقعة او في نسبة رطوبة شوية. عايزة اقولك ان انتي ما تخافيش من كمية الملح اللي انت حطاها دي. الجبنة مش هتكون حادقة ولا حاجة، لا بالعكس، ده هيكون الطعم بتاعها طبعا متعزز جدا مع دسامة اللبن، وهيكون طعمها جميل جدا، والملح بتاعها مش هيبقى عالي خالص. يعني الملح بتاعها هيبقى وسط كده. ضفت المنفعة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا زي ما قلت لكم المنفعة من معلقة لمعلقتين على حسب نوع وخامة المنفعة اللي انت جايباها دي. في ناس طبعا ما تعرفش المنفعة دي يعني ايه. المنفعة دي يا جماعة دي مادة كده بتتحط على اللبن. دي اللي بتربط اللبن او بتخلي اللبن يتكتل معاكي او يربط معاكي، عشان تعرفي ان انت تعمليه جبنة. يعني انا مش قادرة اوضح لكم اكتر من كده، ده المعلومة اللي انا اعرفها عنها. طبعا المنفعة دي بتكون موجودة في العطارات، وبيبقى موجود برضو اماكن معينة كده لبيع المنفعة. هقلب كده المنفعة اللي احنا حطيناها عشان تتوزع في اللبن كله زي ما انتوا شايفين معايا كده. وطبعا حبيبة قلبي بقى، لو وصلت كده لعندي هنا من الفيديو يا ريت كده ما تنسونيش كده باللايك الجميل بتاعكم، ولو لسه كده ما اشتركتش في القناة بتاعتي يا ريت كده تشتركي وتفعلي الجرس عشان طبعا يوصلك كل جديد بنقدمه في قناتنا المتواضعة. ويا رب اكون دايما كده عند حسن ظن حبايب قلبي. هنا بقى بعد ما حطيت المنفعة اديت لها تقليبتين كده. طبعا كنت شلتها من على النار. طبعا احنا ما حطيناش المنفعة والنار شغالة. احنا طبعا لما اللبن بتاعنا او الحليب بتاعنا وصل لدرجة الحرارة اللي انا قلتلكوا عليها دي، بدأت ان انا احط المنفعة واقلبها زي ما شفتوا معايا. سبتها كده، غطيت عليها وسبتها لمدة نص ساعة. ليه بقى انا بغطي عليها وبسيبها كده لمدة نص ساعة؟ عشان طبعا المنفعة بتاعتي تتفاعل كده مع اللبن وتوصل لمرحلة التجبين، التجبين الكامل. ودي تاني حاجة برضو انا وقعت فيها. هوريلكوا دلوقتي. انا طبعا بعد مرور نص ساعة بالظبط بدأت ان انا اقطعها كده بالسكينة كده مكعبات كده بالطول كده وبالعرض. هتشوفوا معايا كده. وهنا طبعا كانت كمية المنفعة زي ما قلتلكوا ان هي كانت قليلة معايا، يعني هي ما كانتش خام. فانا طبعا استخدمت لكل كيلو كده من اللبن معلقة او معلقتين كده من المنفعة، بس طبعا كان عايز اكتر. احنا ليه هنا بقى بنقطعها كده بالسكينة؟ عشان طبعا تطرد الشرش بتاعها او المية اللي بتبقى فيها. انا هنا كنت استعجلت عليها ووريتها لكم كده. كده ما كانتش طردت الشرش بتاعها. فاحنا ليه بقى بنخليها تطرد الشرش؟ عشان ما تستهلكش معاكي، علشان تضمني انك تاخدي اعلى نسبة تصافي وما يحصلش هدر للبروتين اللي في الحليب. طبعا هيحصل له هدر فين؟ يحصل له هدر جوه الشرش اللي هيطلع منها. انا هنا كنت بوريكم انا قطعتها ازاي، وعايزه اقول لكم ان انا فعلا في الفتره دي استعجلت عليها، وكانت المفروض ان هي تقعد كمان نص ساعه كمان. يعني اغطي عليها كده واسيبها كمان نص ساعة، هلاقي ان اللبن بتاعي او التكبين بتاع اللبن ده طرد الشرش معايا. بس انا هنا بقى كنت استعجلت عليها. وطبعا لو هتعمليها ما تستعجليش عليها زي ما عملت كده. يعني سيبيها معاكي فترة تقعد لها من ساعة لساعتين عادي براحتك. إيه
وعايزاكِ برضه تجيبي المنفعة من مكان موثوق منه عشان تبقي عارفة هي خام والّا لأ. أنا هنا بقى باوريكم إن المفروض لو أنا باشيل المكعبات دي ما تتكسرش معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، المفروض يفضل المكعب زي ما هو أو زي ما أنا مقطعاه. بس هنا برضو زي ما قلت لكم انا كنت استعجلت عليها ودي غلطة برضو انا وقعت فيها، مش عايزاكم تقعوا فيها. يعني انت برضو ما تستعجليش على الحاجة اللي في ايدك، وحاولي برضو زي ما قلت لك ان انت تجيبي المنفعة من مكان موثوق منه. بس عايزة اقول لك برضو هي عملت معايا برضو كمية حلوة برضو من الجبنة، والطعم بتاعها عايزة اقول لكم من قبل ما تتخزن في منتهى الجمال. والله مش مجاملة ولا حاجة، بس الطعم بتاعها كان جميل جدا. انا هنا بقى زي ما وريتكم كده اللبن كده بعد ما اتجبن معايا واستعجلت عليه، طبعا انا مش عايزاكم تستعجلوا زي ما انا استعجلت كده. جبت بلاستيكية كده وجبت مصفى وهحط فيها الشاشة دي. طبعا الشاشة دي كانت قطن، وبرضو دي برضو من الحاجات برضو اللي انا مش عايزاكي برضو تقعي فيها. يعني مرحلة التصفية دي المفروض تبقى شاش، ما تبقاش حاجة قطن كده، عشان القطن بتبقى المسام بتاعته ضيقة فما بتخرجش كمية المية اللي في الجبنة بتاعتك دي بسرعة او اللي في اللبن بسرعة. انا هنا بقى عايزه اقول لكم ان المفروض كده وانا بنزل كده اللبن بتاعي، المفروض تبقى نسبة التجبين اعلى من كده، يعني ما تبقاش سايبة كده من بعضها، المفروض تبقى النسبة بتاعة التجبين عالية شوية. طبعا انا حبيت ان انا اصفي كده في المصفى زي ما انتوا شايفين كده. في ناس طبعا بتوع الشركات والملبنة والحاجات دي بيبقى عندهم خامات يصفوا فيها او يحطوا فيها الجبنة عشان طبعا تطلع ايه وقت التقطيع مسوية معاه. بس احنا طبعا مش هنصعب الامور على نفسنا كده، وهنصفيها كده في المصفى، وهتدينا برضو نتيجة حلوة ان شاء الله. انا هنا نزلت كل كمية اللبن بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، وطبعا مش هحرك فيه كتير عشان انا مش عايزة نسبة كبيرة كده من الحليب بتاعي يتهدر كده مع الشرش وهو نازل. هبدأ اشد الشاشة بتاعته، وعايزة اقول لكم ما تعملوش زيه، تعملوا كده في حاجة قطن. المفروض ان هي تبقى شاشة ما تبقاش حاجة قطن، عشان زي ما قلت لكم المسام بتاعتها بتبقى ضيقة. هبدأ ألم كده الجبنة بتاعتي كده كلها على بعضها، ومش هضغط عليها، هسيبها كده تصفي شوية كده براحتها، تنزل نسبة المية كده اللي فيها أو نسبة الشرش اللي فيها من غير ما اضغط عليها خالص. هبدأ ألم الشاش بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، وهربطه كده عليها كده عقدة كده من فوق أو ربطة كده من فوق، لعندي ما نسبة المية اللي فيها أو الشرش اللي فيها تبدأ إن هي ايه تتصفى كده مع نفسها. بعد ما لميت كده الجبنة بتاعتي كده في الشاشة، هربطها كده زي ما انتوا شايفين، وهجيب كده ايه حاجة اغطيها كده واحط عليها تقل. انا كان عندي اكياس الملح دي حطيتها كده عليها، بس عايزة اقول لكم ان انا بعد كده حطيت كمان تقل اكتر من كده، وسبتها طبعا ليلة كاملة تتصفى. و... وعايزة اقول لكم ان انا استعجلت عليها، كان المفروض ان انا اسيبها كمان شوية كمان، او اسيبها كده لنفس الميعاد اللي انا ايه عاملاها فيه. بس انا هنا برضو استعجلت عليها، ودي برضو كانت غلطة برضو من ضمن الغلطات برضو اللي انا غلطتها. فانا عايزة اقولك ما تستعجليش عليها. هنا بقى انا كنت استعجلت عليها، فالسكينة وانا بقطع بقت تشيل كده من الجبنة. بس عايزة اقول لكم ما هدرتش برضو كتير ولا حاجة، اللي طلع منها اتاكل يعني الحمد لله ما ترماش. في الفترة دي بقى انا قلت ايه استعين بصديق كده ممكن يكون تقطيع انا بالسكينة دي هو اللي بيهدر معايا الكمية. بس طبعا جينا برضو نقطع بسكينة تانية لقيناها ايه نفس الوضع، فقلت خلاص ايه انا هقطعها كده واحاول ان انا ما اهدرش كده منها، وكده كده اللي هيطلع منها ان شاء الله هيتاكل يعني مش هيترمى. هنا كنت بحاول ان انا اشد السكينة بالراحة، هتشوفوا معايا كده الشكل النهائي ان هي فعلا ما تهدرش منها حاجة. بس عايزة اقولك ان انت برضو ما تستعجليش عليها برضو في التقطيع، وحاولي ان انت ما تصفيش برضو في حاجة قطن، حاولي ان هي تبقى مرحلة التصفية تبقى في شاشة. انا هنا بقى قطعت كده اكياس كده من اكياس التلاجة، وهبدأ ان انا اغلف فيها قطعة الجبنة اللي انا بقطعها. عايزة اقولك ممكن يكون الشكل مش متساوي ولا حاجة، بس القطعة ماسكة نفسها. وهبدأ ان انا ايه جبت علبة كده من علب التخزين او من علب التلاجة،
وهابدأ إن أنا أقطّع الجبنة كده مكعبات زي ما أنتم شايفين كده أو أي تقطيعة أنت حاباها، وهاغلّفها كده بالأكياس البلاستيك كده. ليه بقى إحنا بنغلّف كل قطعة لوحدها؟ عشان طبعًا لو المدة بتاعة التخزين زادت معاكِ، الجبنة ما تتهريش معاكِ ولا تتهدّر معاكِ جوّه الشرش. الأكياس دي أو البلاستيك اللي إحنا بنغلّف فيه ده بيحفظ لِك قطعة الجبنة وبتطلع إيه، زي ما هي بالضبط كده، ما بتهدّرش منها أي حاجة. باقطّعها معاكم زي ما أنتم شايفين، وهابدأ إن أنا أحطّها كده في العلبة بتاعتي. أنا حطّيت جوّه العلبة كيس كده برضه من أكياس التلاجة، عشان طبعًا إيه، الشرش بتاعي هيبقى في قلبه. تابعي كده معايا الفيديو وإن شاء الله هتعرفي كده طريقة التخزين كده بإذن الله، والجبنة تفضل معاكِ كده من السنة للسنة ما يحصلهاش أي حاجة. بعد ما غلفتها كلها كده بالأكياس زي ما شفتوا معايا، هبدأ إن أنا أجيب إيه قرون الشطة دي. ممكن تعملي شطة باردة أو شطة حامية براحتك انت، حاجة ترجعلك. عايزة أقولك بتديلها نكهة حلوة. وبرضه في ناس بتحب إن هي تحط الشطة دي بس بتبقى مخللة، يعني بتبقى من المخلل كده أو اللي هي الشطاطة المتخللة. عايزة أقول لِك برضه بتدّي لها نكهة جميلة وطعم جميل جدًا، ما بتفرقش كتير. هنا بقى للأسف كانت الكاميرا فصلت معايا وأنا باحط الشرش بتاعها. طبعًا الشرش اللي طلع من الجبنة دي غليته كده وبردته. وبعد كده ما خلصت كمية الجبنة بتاعتي حطيت كده، بس حاولي ان انت كمية الشرش تبقى عالية كده عن كمية الجبنة، يعني تبقى مغطية معاكي الجبنة خالص. هنا بقى انا كنت ايه بلف كده الكيس كده. عايزة اقولك ان انت لو هتخزنيها كده لفترة طويلة، حاولي ان انت كده عشان ما تريمش معاكي او ما تعملش ريحة او ما تعفنش كده او الوش بتاعها ما يعفنش، ان انت تخرجي كل كمية الهواء كده اللي في الأكياس. هنا كده أنا كان معايا أفيز. الأفيز ده يا حبايب قلبي بيبقى موجود كده عندي مستلزمات السباكة. المحلات دي بتبيعه. أنا هنا كان عندي واحد قلت إن أنا إيه أربط بيه، عشان ربطة الكيس مش هتبقى كويسة، هتبقى برضو إيه مهوية. فربطت بيه كده وهقص كده الزيادات زي ما انتوا شايفين كده. وهاسيبها بقى كده معايا. عايزة تحطها بقى في التلاجة براحتك، عايزة تسيبيها برّه كده بقى إيه براحتك. عايزة أقول لِك إن الجو برد اليومين دول، فمش هيحصل لها أي حاجة. عايزة أقول لِك بقى اللي طلع كده في السكينة طبعًا ما قعدش، اتعمل على طول سندوتشات. عايزة أقول لِك إن أهم حاجة في التخزين إن أنتِ الكيس بتاعِك اللي أنتِ بتخزني فيه ما يكونش طبعًا مبلول مَيّة، أو العلبة اللي أنتِ هتعملي فيها ما يكونش فيها مَيّة أو أي حاجة، لإن ده السبب في إن التخزين معاكِ أو الجبنة معاكِ تفسد على طول. هنا بقى أنا كنت باوريكم الشكل النهائي، وعايزة أقول لكم إن أنا هاسيبها بقى فترة طويلة كده متخزنة. يا رب يكون الفيديو بتاعنا كده بتاع النهاردة عجبكم. يا رب أكون دايما عند حسن ظنكم حبايب قلبي. وطبعا زي ما قلت لكم كده ما تنسونيش باللايك الجميل بتاعكم، وقولوا لي كده رأيكم الحلو في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.